كذلك نقرأ كلمة مقدمة ونقول الأسئلة جماعة كيف تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة لنا الظروف ديال المباراة، القيمة ديال المباراة الأرضية كنظن مكانتش في المستوى، شكلات عائق على الفريقين في الأول. بالنسبة لنا كنا تنطمحوا أننا نحققوا نتيجة مدينة الدار البيضاء، لأن القيمة ديال المباراة لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة للرجاء تخلينا أننا نبقاو في المراكز المتقدمة. لقينا هدف مع البداية ديال المباراة أثر علينا بحال الموسم الماضي. حاولنا نرجعوا في المباراة في الشوط الثاني، خلقنا فرص، الهدف ديال الأذان النفاذ الثاني خلى اللاعبين يهبطوا يديهم شوية. هزيمة عادية كرة القدم، مكناش نستحقوا أننا ننتصروا، مكناش نستحقوا على حسب المباراة والسير ديالها أننا نحققوا نتيجة إيجابية هازمنا. غادي نحاولوا أننا في المباريات المقبلة إن شاء الله نستحقوا الأمور ديالنا. واضح سي جمال؟ ناقصنا هو التركيز، لأن ملي تتسجل هذيك الكرة في الدقائق الخمسة الأولى عدم تمركز لاعب القائم الثاني، تنظن بأن لا في الهدف الأول الهدف الثاني كان عندنا خطأ في التمركز، وبالتالي لقينا هدف. هادو باش تسجلوا الأهداف تكونوا أخطاء بطبيعة الحال. حنا فريق ما تيتلقاش أهداف لأن ما ترتكبوش أخطاء. اليوم ارتكبنا أخطاء، ما سجلناش مجموعة ديال الفرص، ما كانش عندنا نجاح من الناحية الهجومية لأن جاونا فرص في البداية ديال الشوط الثاني. الهزيمة عادية، غنحاولوا ناخذوا الدروس منها المباراة المقبلة، لأن مباراة مهمة كذلك باش نحاولوا أننا نرجعوا في الترتيب إن شاء الله. تلعب في أرضية بحال هادي ما مسقياش، واخا تجيب العالم كله يتفرج فيك ما تعطيك حتى حافز، لأن عيب زعما عيب الأرضية اللي لعبنا فيها، لا بالنسبة لنا لا بالنسبة لفريق الرجاء. تنظن بأن اليوم الملاعب ديالنا تتشرف، جميع الملاعب تيتلعبوا فيها المباريات ديال البطولة تنشوفوا مستوى. زعما اليوم عيب زعما الأرضية ديال الملعب نشوفوا فيها مباراة هذا ما تيخليناش أننا نقولوا زعما بأن سبب ولا شي حاجة، ولكن باش تشوف المباراة في المستوى خص الأرضية تكون في المستوى. بالنسبة للخروج ديالنا من كأس الكونفدرالية، الجميع شاف كيفاش خرجنا. الطموح ديالنا هو أننا نبقاو في المراكز المتقدمة، ما عندناش زعما القدرة على أننا نفوزوا باللقب ولا شي حاجة، ولكن أننا نكونوا في المتقدمة زعما الطموح مشروع. كنا منهزمين ب2-0، كنا واحد الوقت عطينا حرية أكثر لمهدي الباس، لأنه هو اللي تيقدر يتقدم الكرة من الخلف، بالتالي دخلنا مصدق لأن مهدي لا بلال وبريري ولا قرناص عياض، دخلنا صلاح مصدق رشي الكرة اللي مشى بها كان ممكن، لأن تيجي من الخلف ممكن يشكل خطورة، ولكن ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع الفرص اللي جاونا، رغم أنهم قلال جاونا فرص. الرجاء كان الأكثر فعالية، لأن باش تسجل هدف بحال ديال الأذان نظن بأن ما يمكن إلا الواحد يحييه، لأن الشجاعة الجرأة والنجاح. حنا ما تنسجلوش أهداف بحال هكا، ولكن تنسجلوا أهداف اللي تجينا فرص، جاونا فرص ما سجلناش. ما نستحقوا إلا النتيجة الحسنة.